لان مفيش اسهل من انك انت تمسك حد وتطلع فيه القطط الفطسانه وتتصيد ليه الاخطاء. فاحنا مش هنعمل كده، بس احنا هنتكلم على الموضوع اللي هو اتكلم عنه. كان في حد من المتابعين بيساله بيقول له يا كوتش انا عندي الحرق بتاعي عالي، فهل ينفع ان انا اعمل كارديو في فتره التضخيم وانا الحرق بتاعي عالي؟ راح رد عليه كده بكل ثقه كده وهدوء: الحالة الوحيدة اللي تعمل فيها كارديو والحرق بتاعك عالي هو انك انت عايز تاكل زيادة، غير كده ما تعملش كارديو. والحل الوحيد عشان خاطر تعمل تضخيم انك تاكل كتير وتتمرن قليل. يا جدعان كفايه، يا جدعان كفايه، ابوس ايديكم والله العظيم هنتشل. انا ما اعرفش انت خريج انهي مدرسه، ممكن تكون مدرسه جانت العراقيه، بس ما فيش كده ابدا، ما فيش كده ابدا. انت لو واخد كورس تحت بير السلم عمرك ما هتطلع تقول الكلمتين دولت. نسيبنا بقى من كل اللي حصل ده خالص، تعالى انا بقى اقول لك الحقيقه فين. بس دايما معايا شغل دماغك، عشان ما تشغل دماغك انت هتفهم، ولما تفهم مش هتخلي حد يضحك عليك. ما تخليش كل حد راح ضرب له حقنتين طلع ان هو يفردها عليك بقى وانت تقعد بقى كده مربع وعمال تسمع كلامه. هو صح اكيد، طالما عمل العضلات دي يبقى هو صح. لا، ما بتتحسبش كده، ما بتتحسبش كده. كل حاجه ليها المقاييس بتاعتها، ومش معنى ان الراجل الشيب بتاعه كويس ان هو فاهم كويس. دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. مش كل واحد معاه عربيه يبقى سواق. هحاول اهدى خالص بقى ونبتدي الفيديو بتاعنا على رواقه. في ناس كتيرة لحد النهاردة فاكرة ان الكارديو عدو التضخيم، وان اول ما تبتدي فترة التضخيم بتاعتك لازم توقف اي حركة خالص في حياتك. يعني بدل ما تطلع على السلم اطلب الاسانسير، وبدل ما تروح السوق لا اطلب الاوردرات بتاعك، والجيم بتاعك تقدر انك انت تتمشى له لا يركب اوبر. ما انت بقى في فترة تضخيم ومش عايزينك تعمل كارديو. بس السؤال دايما هل هي دي الحقيقة؟ الحقيقة ان الكارديو ممكن تكون اكتر حاجة بتساعدك حتى لو حرقك عالي. خليني انا بقى اشرح لك ليه وازاي. لازم تبقى فاهم في البداية ان الكارديو مش معمول بس عشان خاطر يخسسك وخلاص. الكارديو ليه فوائد تانية كتيرة، زي مثلا ان هو بيحسن النفس بتاعك، بيزود قدرة جسمك على ان هو يتحمل تمارين الحديد، كمان يقدر يخليك تعمل عدات اكتر بجودة اعلى، وبالتالي يعني ده مكسب عضلي. ازاي ليه كل الفوائد دي كلها ونيجي نقول نمنعه خالص فترة التضخيم؟ يعني مش معقول، يعني مش منطقي. لا يا عم، هنمرن كارديو عادي وقت التضخيم وهنضخم ومش هنخس وهنبقى زي الفل. يعني حتى في قصة الاكل مش مهم انت بتاكل ايه، كده كده هتخس لو درت سعراتك بشكل مظبوط. طيب سؤال المتابع تحديدا كان بيقول طب انا الحرق اصلا بتاعي عالي، فلو عملت كارديو مش هخس؟ عايز اجابة واحدة وصريحة: لا مش هتخس. لان الموضوع اصلا مش في الكارديو خالص، الموضوع في ادارة السعرات. هو ده السر اللي محدش هيقولك عليه. انت لو درت سعراتك بشكل كويس جدا ما تخافش بقى من الكارديو سواء هتخس ولا مش هتخس ولا القصة دي خالص. وده الف ب تعليم في اي كورس تحت بير السلم لاعداد مدرب. فلما انت تبقى مدرب كبير ومش فاهم اللي انت بتتكلم فيه والف ب يعني الاساسيات دي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا. وانا بقى كان بايدي ان انا اطلع الفيديو واحطه هنا والناس تقول لي انت عايز بقى تتشهر على قفاه والقصة دي. وانا والله عامل القناة دي وبنزل الفيديوهات دي مش هدفها الشهرة خالص. انا قاطع من اجازتي وبصور الفيديو ده عشان خاطر فعلا هممني انك انت تفهم، هممني ان كل حد بيتفرج عليا يبقى فاهم هو بيعمل ايه وليه. اما بالنسبه للشهره فانا مشهور وسط الناس اللي عارفيني والحته اللي انا شغال فيها، فده كفايه خالص بالنسبه لي. وعايز ان شاء الله لما الشهره الكبيره تجيلي وانا احس ان انا استحقها، مش الاساسيات حتى ما تكونش عندي وعايز اتشهر وخلاص. فنرجع تاني يا سيدي للموضوع بتاعنا. قلنا ان المشكله مش في الكارديو، المشكله في اداره السعرات. يعني ببساطة لو زودت الأكل بتاعك اللي اتحرق في وقت الكارديو ده جسمك هيكمل تضخيم، بالعكس جودة التضخيم بتاعته هتبقى أحسن. السؤال مش المفروض يكون هل ينفع أعمل كارديو وقت التضخيم ولا لا. الكارديو ينفع تعمله في أي وقت، بس السؤال المفروض يكون هو إيه نوع الكارديو اللي أنا المفروض أعمله في فترة التضخيم. الحقيقة في أنواع كتيرة للكارديو اللي تقدر تعملها، بس بما إنك أنت في فترة التضخيم والحرق بتاعك عالي فأنت أنسب نوع ليك هو هيكون الليس. والليس اختصار اللو انتنسيتي ستيدي ستيت، وده معناه كارديو بشده قليله لمده ثابته من غير ما تهلك العضلات بتاعتك. طيب ادينا كده امثله يا كوتش. سهله خالص، روح اتمشى مشي سريع، ممكن تعمل عجله خفيفه، ممكن تعمل اوبتراك بسيط. المهم عندي ان النفس بتاعك يفضل ثابت ومعدل ضربات القلب ما يعلاش بشكل جنوني. طيب اعمل بقى الكارديو ده لمده قد ايه؟ والله تقدر تعمله من 15 ل 20 دقيقه بعد التمرين، او ممكن تخليه عادي في يوم لوحده. تعمله من 2 ل 3 مرات في الاسبوع. واهم شرط في الموضوع ده انك انت لو الحرق بتاعك عالي تعوض السعرات اللي انت خسرتها في الكارديو، لان الهدف الاساسي انك انت تفضل في فائض السعرات بتاعتك. لان كده كده لو فضلت في فائض السعرات بتاعتك هتقدر عادي انك انت تبني عضل من غير ما تحس ان الكارديو ده بيخسسك. فخلاصة الكلام ان الكارديو مش عدو التضخيم خالص. الكارديو زيه زي اي حاجة تانية في التمرين بتاعنا، ما هو الا مجرد اداة لو قدرت انك انت تستخدمها صح فهيديك احسن نتائج، نفس احسن وعضلات شكلها احسن
احسن. كل اللي المفروض تعمله بس انك انت تختار النوع الصح وتحافظ على الشده بتاعتك، وما تنساش تاكل كويس. ولو عملت الحاجات دي هتشوف احلى فتره تضخيم في حياتك. ده بقى كان فيديو النهارده، اروح اكمل الاجازه بتاعته ويا رب ما اقعش في فيديو تاني يستفزني. ولو عجبك الفيديو ده فما تنساش تعمل الفولو واللايك والحاجات الظريفه دي، واشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.